طبعا انا طالع دلوقتي اوضح الامور اللي دايره على السوشيال ميديا او الواقعه اللي دايره دلوقتي. طبعا مبدئيا كل التقدير والاحترام للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. طبعا انا مش من النوعيه اللي انا بغلط في حد، اذا كنت بلعب او بعد ما بطلت في الاستوديوهات. انا حتى في الاستوديوهات لما بنيجي نتكلم بننتقد، ما بنهاجمش حد خالص. طبعا الموقف كله كان اثناء مباراه سموحه واحنا كسبانين، وكان احدى المشجعين بيتكلم بيقول ان النادي الاهلي كسبان، وانا حتى كنت برد عليه بقول له مالناش دعوه بالنادي الاهلي، احنا هنا كسبانين. رد حد تاني بلفظ حتى انا رديت قلت له ما تقولش كذا، هو ده اللفظ اللي اتقال. انا كنت برد عليه بقول له ما تقولش كذا، وحتى ما بيصوروا بيقولوا الكاميرات مش الكاميرات، قلت لا حتى لو صورت انا ما ببررش يعني ما حدش يجيب سيره النادي الاهلي، لان انا الزمالك بلعب وكسبان مباراه مهمه بحتفل بيها، ما حدش يجيب سيره النادي الاهلي. عشان كده انا عمري ما كلامي انه غلط ولا غلطت حتى في النادي الاهلي، انما انا كنت بوضح الامور اللي دارت اثناء المباراه، وهو ده اللي حصل بالظبط. عشان كده انا طالع بوضح الامور كلها، وبقول طبعا كل التقدير والاحترام لكل مجالس اداره انديه مصر كلها وكل جماهير مصر كلها.